السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين آمين. ازيكم حبايبي وخدي في الله، عاملين يا رب تكونوا بخير، كل سنة وانتم طيبين، رمضان على الأبواب. وقلت اما اطلب حاجة كده تساعدني في شغل رمضان وتنجز معايا، فطلبت اير فراير بعد ما دورت كتير. كان اسمها سيلفر كريست، دورت كتير على النت ولقيت أسعار، بس انا طلبتها على فكرة هي بقالها شهر ما رضيتش افتحها على رمضان، قلت ما اصورها معاكم. بعد كده لقيت الأسعار أقل، نزلت. انا اولا جبتها 1800 بالشحن من صفحة اسمها سمر وومن، حاجة زي كده. هي 6 لتر، آه، آه، تكنولوجيا ألماني، بس هي صيني. 6 لتر 2400 واط. آه، ده شكلها اهو. آه، جاية كده. انا يعني مش مهم عندي الكرتونة، بس المهم يكون جوه مش مقصر، ممكن يكون مش شحن مثلا. اهي شكلها. آه، شفت صفحات تانية بتبيعها اغلى، وللاسف لقيت اختي طالباها ب2000 كامله بالشحن تقريبا ومعاها الحاجات دي. فانا عايزه اقول لكم انا رحت جبت الحاجات دي. جبت ورق الفايل ده بكام؟ ب60، 100 ورقه ب60 جنيه. وجبت القالب ده قالب سيليكون جامد، غير النوعيه التانية الخفيفه. بصوا سميك ازاي، غير النوعيه الخفيفه. رحت اجيب اسود ما لقيتش، فلقيت رصاص، وبعدين لقيت الاسود فجبته. ده النوعيه التقيله غير الخفيف، وفرق 10 جنيه بينهم او حاجه زي كده. يعني ده تقريبا كنت جايبه 35، ده جبته ب40. التاني كان في حدود 30 25 الفرق في الخفيف. فانا جبت الخامه التقيله، جبت 2 عشان ابدل فيهم. دي مدوره، دي مربعه، وده مدور. ودي كنت جلاقياهم كده 3 ب10. قلت اجيبهم عشان برضه احط الاولاد في المعصره في رمضان وكده. ودي البخاخه جبتها. انا عايزه اقول لكم ان بعيد عن دي، يعني ال3 دول اهي. اللون ده اللي لقيته مش عارفه، دي كانت عامله 20، وده 30، وده 60. يعني كله كان عامل دخلوا في 100 105 حاجه زي كده. يعني مش لدرجه ان برضو الفرق مش جابت الفرق اللي هو ده. هم كانوا بيجيبوا دي ودي بيتهيألي معاها، او ده بس كده، ويزودوا 200 جنيه، لكن هي جايه ب 1800 بالشحن. تعالوا بقى نشوفها. بسم الله الرحمن الرحيم. تيجي بالشكل ده اهي. مع الكتالوج بتاعها ما شاء الله كله بالانجليش. عايزين لنا مترجم. شكلها اهي. الفيشه بتاعتها ثنائيه مش ثلاثيه، يعني مش مستورده، هي صيني فعلا، الصيني اللي بيتعمل لمصر. ده شكلها. الحله اهي، جاي معاها شبكه زي ما بتشوف كده، ليها حامل اهي، مش عارفه واضحه. هبقى اشغلها بس عشان الكهرباء بعيد عني، واوريكم فيديوهات ليها وهي شغاله. الجسم ده معدن، انا اول مره اتعامل مع حاجه زي كده. ده بلاستيك، ودي برضو بلاستيك، كلها بلاستيك على فكره، مش عارفه ده صح ولا لا. وهنا ده تاتش، المفروض هم قايلين لي كده. ودي المروحه المفروض للتهويه. وال اسمه ايه ده تحت اهو، فيها مروحه البتاع بتاعها، وفي مروحه كمان عشان التوزيع. هو عباره عن فرن صغير يا جماعه. انا عايزه اقول لكم انا قعدت بعد تفكير كبير، انا مش كنت مقتنعه بيها صراحه، وقلت هي فرن صغير ومش عارف ايه، بس لما لقيت سعرها كويس قلت يعني تجربه 1800، كنت مبلغ محوشاه، وقلت ايه يلا مش هتخسر. اهم حاجه بس ما تكونش بتسحب كهرباء كتير، ان شاء الله خير. استنى كده نجرب القالب. القالب يدوب على قدها ما شاء الله. طب كويس. عارفه كويس.
ده برضو هيبقى ان شاء الله مدور. هي طلعت مدوره بس دوت بيخليها مربعه. الورق لما بحثت عنه قالوا انه بيلزق وكده، بس انا كنت جبته خلاص. في ناس قالت ان هو يتحط هنا تحت واحط الشبكه عليه. انا حاسه اصلا ان الشبكه دي ممكن تجرحها، لان بصوا في حواف معدن دي انا لقيتهم مقطعينها عند اختي، مش عارفه ليه، كانوا مش جايه من غيرها لان هي جايباها من صفحه غير الصفحه. هي صاج، حاساها مش قد كده، مطليه بماده مثلا جرانيت، معرفش هيبان كل ده بعدين. ودي برضو صاج. الورق المهم ده بيتحط تحت الشبكه، بحيث يعني هي فايده الشبكه ان المروحه وهي شغاله توزع الحراره من تحت، فالحاجه الحراره تيجي لها. مش عارفه فاهميني ولا لا، كانها رف زي الفرن وحط عليه الحاجه، فالحراره بتيجي من تحت فتسوي البطاطس مثلا، اللحمه، الفراخ كده. ففي ناس بقى قالت ان بتحط الاير فراير مباشر، قصدي الورق في الاير فراير مباشر فبيلزق بيسرب زيت، فقالوا لا حطي تحت دي بحيث ان هي ما تتجرحش وفي نفس الوقت ينزل الزيت والهواء يدخل جوه. هو طريقه تشغيلها سهله، هم بعتوا لي الفيديو ليها، وان شاء الله برضو وانا بركبها اوريها لكم، هوريكم فيديوهات يعني اول تشغيل جربنا ده. هو نوع تقيل بس برضه مش زي اللي جبته الاولاني، رغم انه اغلى كمان. طلع مربع، مش عارفه عشان كان متني جوه ولا ايه، مش مطبق كده ومش عايز يتظبط، بس برضه واخدها يعني، واخدها 6 لتر. هي برضه مش صغير عليها يعني لو عايزه اعمل حاجه. انا جبت 2 ليه؟ لما كنت جايبه ده بعدها بوقت فانا افتكرته زيها، بس هو جامد كخامه متينه. بصوا يا جماعه بصوا هو الفرق في الخامتين اهو. بس لو جبت لكم بقى الخامه الرديئه الشعب اللي منتشره في السوق اقل يعني، اضعف من ده خالص. كان عند اختي كده وبقى خالص طري خالص مرن كده وكمان اتقطع. لا دول جامدين وحلوين. وبعدين زي ما قلت لكم ده كان في حدود 30 35 وده اغلى منه ب10 وكان بعدها بفتره يعني. فالحاجه كويس انها اصلا يعني لقيتهم بالسعر ده، لان انا بشوف اصلا الشعبي بيتباع بره ب 35، انا بجيبهم من بتاع جمله فببقى بتعامل معاه بيبقى الحاجه عنده ارخص. ودي برده كنت جايباها بخاخه في حدود 18 20. فانا زي ما قلت لكم يعني لو سيبونا من ده، لو حسبنا الحاجه اللي كانت بتيجي دي مش مكمله 100 جنيه، دول 20 و20 50 جنيه الاثنين مثلا. طب هما كانوا مزودين 100 وكده، فلا حطوا ده 30 اهو، فالحاجه لا اوفر طبعا. في انا اللي انا اجيب حاجتي على ايديا اوفر يعني. ورقه الكاسات الصغننه دي انا جايباها ليه؟ هي هتبقى حلوه جدا عشان الاولاد لو مثلا جاي لي ضيف فاحط له في حاجه شكلها شيك، لو معاه اطفال، لان الازاز احيانا الاطفال مش عارفه تعملها وبتكسر. فالبلاستيك حلو، بصوا شكله شيك اصلا اهو. وكمان عشان عيالي لما اكون مثلا حاطه عصير ولا حاطه حاجه احطها لهم كده. كان بيجي زمان بس كان كبير عندها، كان عندي من بلاستيك كبير عندها شويه، بس ده احجامه صغننه من جوه، المعيار يعني صغنن على قد مثلا حبه ساقع حبه عصير. كمان الاطفال ما ينفعش تحط لهم ساقع كتير، وحجمها كيوت كده وصغنن. 3 ب10. كان عند الراجل اللي بيبيع اي حاجه ب10. الوانهم جميله، انا اخترت كنت عايزه ابدل صراحه، البلاستيك مش عجبني، كان في لون بينك او كده بس مش رضي يعني، بس الوانهم حلوه. قولوا لي ايه رايكم، واللي جرب القلايه السيلفر كليب دي يقول لي، وانا برده هوريكم هجرب فيها شويه بطاطس، هعمل بطاطس واوريكم عملت ايه، وهقول لكم اذا كانت كويسه ولا لا، او اخدت وقت قد ايه، وان شاء الله هنعمل بيها شغل سوا. انا خلعت ورقه ما كان عندي فضول اخلعها اشوفها هتاخد نفس المقاس. انا لما جبت اكبر مقاس، كان في مقاسات اصغر، فانا جبت اكبر مقاس، فهو ده المقاس اهو. عايزه اقول لكم ان انا عجبتني لونها قوي، لونها حلو، الاسمر في اللون ده لون كريمي كده، تمام، فلونها حلو يعني. ده اللي عجبني. كان في اخضر، ده اللي بشوفها الاصليه بقى الصيني اللي هي الكويسه دي، بس قالوا لي لا هو ده اللون المتوفر حاليا. كنت عايزه الاخضر في ذهب فما لقيتش. في ايه يا جماعه؟ عارفه الورقه معصلجه مش عايزه تدخل. المهم هتبقى كده يعني. حابه بقى برضو احط حاجه او احط الحاجه مباشر او احط هنا. انا شفت واحده حاطه دي كده وراحت حاطه ده، مش عارفه استفادت ايه. يمكن مثلا بتحافظ على القالب السيليكون او هو كان بتاعها ضعيف. انا قبل ما بجيب حاجه يا بنات ولا باخد قرار
بتفرج على فيديوهات كتير وبشوف اذا كانت مفيده ولا لا، لقيتها بتريح ناس كتير، مش بتستهلك كهرباء كتير. الشقه اللي انا قاعده فيها حاليا العداد بتاعها قديم، فالحمد لله يعني ايه نوعا ما الكهرباء كويسه. انما الشقه بتاعتي الاساسيه اللي متجوزه فيها عدادها كودي الكيلو وات ب 2 جنيه ونص، فالحساب كتير يعني. دي 2400 واط، يعني هتستهلك 2400 واط او 2 كيلو و400 واط في الساعه على اعلى درجه، على اقصى درجه فيها. هما كانوا قايلين تقريبا اقصى درجه مش عارفه 230 240 فيها. بصوا 6 برامج، 6 بيتزا من 10 20 دقيقه، مش بتطول يعني في التسويه. البطاطس الفريسكاس اللي هي النص قليه، خلي بالكم، من 35 ل 40 دقيقه. الفراخ بتاخد من 30 ل 40 دقيقه. طبعا هي البرامج جاهزه هنا اهي مكتوبه، البرامج مكتوبه، مش عارفه مش جايه من الاضاءه. انت بتشغلي وبتدوسي على البرنامج هنا، اللي بتشغلها من هنا هي تاتش، وهنا البرنامج وهنا المؤقت. بتدوسي على البرنامج وتزودي بقى الوقت لو عايزه او الحراره، بس هما كاتبين لك الوقت بتاعك يعني. الفراخ 30 ل 40 دقيقه. السوداني لو عايزه السوداني او مكسرات تحمصيها في مش عارفه ده ايه، طواجن مثلا او كيك. ودي لحمه من 35 من 25 ل 35. هما يعني المفروض المعرفين ان البرنامج استخدم ايه ده المؤقت ايه، وانا اخمن مع نفسي بقى ايه درجات الحراره، او اظبط انا مع نفسي درجات الحراره. عامه انا بحثت كتير ومعايا ورقه كده وحاجات ازاي استخدم درجه الحراره المناسبه لكل حاجه والوقت المناسب. وطبعا بتختلف برده من اير فراير لاير فراير، اكيد مش الكينود مثلا الاصليه او في نوع كده فيليبس هتبقى زي الصيني دي، فكل حاجه هتختلف عن التانية. بس كل واحد ايه كل واحد على قد دمه يعني. اتمنى بس تشتغل معايا كويس ان شاء الله، ويكون وشها حلو عليا وان شاء الله هوريكم برده شغلها. لا اهو شغلها يكون كويس معايا وتنجزني في رمضان. يلا بقى تعالى هشغلها واوريكم. انا هعمل بطاطس، انا مش هسلقها، هحطها على طول ونشوف هتعمل ايه، واقول لكم رايي فيها بكل صراحه. يلا سلام يا بنات. هنا يا بنات بقى لما جيت اركبها قلت اصورها لحظه بلحظه، عشان لو لا قدر الله جرى لها حاجه. انا كنت مرعوبه جدا وانا بشغلها، وحبيت اوريها لهم يعني عشان لما ابعت الفيديو لو لا قدر الله فيها حاجه. بس الحمد لله ما فيهاش حاجه. شغلتها وكانت البنوته بتاعه المبيعات بتاعتهم بتاعه الصفحه بتتابع معايا، وقالت لي جربيها. هنا لقيت فيه بخار طالع من ورا، قالت لي ده عادي، عشان انا كنت جربت فيها بطاطس. سالتها على العلامه دي ما ردتش عليا، قالت لي دي بدايه التشغيل، وده الكتالوج لما جيت اترجمه، ربنا يخلينا جوجل. وهنا دي الصور بتاعتها، دي الاصليه، واللي فاتت دي بقى التقليد، دي المستورده. كنت بفكر اجيب سكاني منها، عشان انتوا شايفين في الصوره لقيتها غاليه، فقلت اجرب في دي. طبعا الاسعار دي كانت من سنه يعني. دي شكل البطاطس. عملت بطاطسايه من غير تسلق من غير حاجه، حطيتها على البرنامج بتاعها وسبتها ده في نص الوقت، كنت بطمن عليها يعني. ودي بعد ما اتسلقت حطيت رشه زيت بس وما سلقتهاش، حتى المفروض كانت تتنشف ما قالتليش، هي قالت لي حطها نص سلقه، فانا ما سلقتش ولا عملت حاجه. بس الطعم كانت كويسه وحلوه يعني، النتيجه مرضيه. بالنسبه للبطاطس ان شاء الله تكون مفيده. انا خلصتها خالص، كويس في التعامل، وده مرجع كده لاي حاجه للبطاطس بقى، واي حاجه ممكن تخش الاير فراير. انا حبيت اسيبها لكم برده في الفيديو عشان الفيديو يبقى ايه مفيد كده كامل متكامل. انا جبتها علشان انا بستهلك زيت في القليه، بنحب الاكل المقلي. انا عارفه ده غلط، بس العيال بيحبوا البطاطس، وكمان عشان احاول نبقى نستخدم نظام صحي، ومش عايزه اشتري زيت. انا بستخدم يعني او بعتمد على زيت التموين بس، فمش عايزه اشتري زيت، وهي كده كده سعرها كويس. ويا بنات لما جيت اتابع الكهرباء، هي ما استهلكتش كهرباء كتير يعني. قعدت ما استهلكتش نص كيلو، هي قعدت النص ساعه دي ما استهلكتش نص كيلو. الكيلو ما اتحركش، الكيلو وات في العداد ما اتحركش. وبعدين الحاجات الصيني دي مش بتبقى الوات بتاعها زي ما هو يعني. و 2400 واط يعني اعلى درجة حرارة هتستهلك ال 2400 واط. فهي بالنسبة ليها هي حسيتها بطيئة شوية، انها اخدت نص ساعة في بطاطساية. فالممكن ان هي حلوة في الكميات، انا كنت بجرب فيها بطاطساية، فهي حلوة في الكميات، فان شاء الله تكون كويسة. وزي ما قلت لكم انا ما بشتريش زيت، فهو بعتمد على زيت التموين بس للقلية. فانا مش كنت عايزة استخدم كتير، كفاية ان انا بشتري زيت للاكل وبس.
فقلت كمان نجيبها تبقى صحيه يعني، لاني بحاول اتبع نظام صحي. وكمان عرفت ان الزيوت والحاجات دي غلط غلط كمان على الاطفال، وكمان عملت لي بطن سفليه وحشه جدا. فانا بحاول اتبع نظام صحي. فبالنسبه ليها الاول تجربه كويسه، وان شاء الله هحاول بقى استخدم حاجه حاجه وانزل لكم ريفيوهات عنها برضو. لو حابين انزل اكتر عرفوني. انا كده اكون خلصت الفيديو، اتمنى يكون عجبكم. لو عجبك بقى مش تنسي تحطي لايك وتشتركي في القناه لو اول مره تشوفيني، وفعلي زرار الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. مستنوني في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.